السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده بقى الفيديو بتاعنا النهارده فيديو عن طريقة عمل القلقاس. ناس كتير قالوا لي عايزين نعرفوا طريقة القلقاس المصري بقى المظبوطة 100%. النهارده حبيت اعمل لكم القلقاس يا حبايبي عشان اتطلب مني كتير. قلقاس باللحمه زي ما انتم شايفين كده، وبالسلق وبالخضره زي ما انتم شايفين. وهقول لكم برضو ازاي تجيبوا القلقاسه الكويسه، وازاي تجيبوا امتى بالظبط توقيت القلقاس اللي هو بيستوى معاكي على طول، مش اللي بيبقى ناشف كده وعجر كده في الشوربه. صلوا على الحبيب قلبنا يطيب، ونصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونسموا الله، ونخش في الفيديو بتاعنا. شوفوا اللحمة يا جماعة، اللحمة ما شاء الله عليها، القلقاس ريحته طالعة تحفة 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 تحفة. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وهتشوفوا بعينيكم. وهقول لكم كل تفاصيل وتركات القلقاس النهاردة. بس يلا نصلوا على الحبيب، ولايك جميل للفيديو، وتعليق جميل لكم. واللي ما اشتركش وأول مرة يشوفني يشترك عندي في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وتستفادوا بأي حاجة. يلا يا حبايبي نصلوا على النبي ونخش على الفيديو بتاعنا. ده نص كيلو من اللحمة يا روح قلبي انت وهي. تمام. نص كيلو من اللحمة. اللحمة بتحطيها الأول، بتشوحي اللحمة بالبصلة والحبهان والفلفل الأسود ورق اللورا، بتشوحي اللحمة وبعد كده بتحط عليها المية. بعد ما تسرد ميتها تحط المية وتسيبيها علشان خاطر اللحمة تستوي. تمام. هتيجي في 3/4 سوى اللحمة، هنروحوا حاطين القلقاس بتاعنا. القلقاس ده يا جماعة بتاع السنة دي أنا جايباه ومفرزاه، ماشي، مع شوية رز أبيض والحاجة كده. يعني بصوا حاجة كده تحفة، كان الريحة مشوحة في البيت كله. وديت يا جماعة بقى الايه التقلية بتاعتنا بتاعت القلقاس عبارة عن ايه يا ام حنين؟ انا ما جبتش كل حاجة من اولها عشان انا اللي كنت ماسكة التليفون بايدي وكنت بعمل، فكنت بجيب لكم الاساسيات. بصوا يا حبايبي، ديت عبارة عن معلقة توم كبيرة، حتة سمنة بلدي، او حسب ما انت عندك زبدة. هي سمنة عامة، سمنة او زبدة. تمام. معلقة توم كبيرة مع معلقة زبدة او سمنة، مع تحمريها شوية كده. ماشي يا حبيبتي. هتحمري التومة بالسمنة. هتلاقي التومة بتاعتك بدأت تصفر، هتروحي جايبة خضرة وتروحي فرماها في الكبة او مقطعة خرط صغيرة، بس من المستحب ان هي تكون مفرومة. وتروحي ساعة ما تلاقي التومة بتاعتك احمرت تروحي حاطة الخضرة عليها، وتقعدي تقلبي كده لحد ما تلاقي الخضرة بتاعتك قربت تنشف، نشفت المية اللي بتنزلها. ماشي. هتروحي جايبه كام كبشه كده من القلقاس زي ما انتوا شايفين، ونروح حاطينه عليها، ونروح واخدين التقليه بتاعتنا دي كلها طشه الطومه بالتقليه دي، ونروحوا حاطينها في قلب الحله، وهتشوفوا دلوقتي. ماشي يا حبيبتي انت وهي، يلا نصلوا على الحبيب قلبنا يطيب، وقولي تسلم ايدك يا ام حنين. اقسم بالله العظيم الريحه طالعه مفوحه الشقه كلها، البيت كله. ماشي. يبقى معلقة توم بحتة سمنة ونشوحوه. لما التومة بتاعتنا تبدأ تصفر كده، نروح حاطين خضرة مفرومة في كبة أو متقطعة قطع صغيرة. تمام. ونروح حاطينها مقليين بيها. لما الخضرة بتاعتنا تسرد ميتها وتنشف خالص، نروح حاطين لها شوية كزبرة. تمام. ونروحوا حاطين عليها زي ما انتوا شايفين كده القلقاس، علشان خاطر الخضرة يا جماعة لما بتتسبك جامد بالتومة بيبقى فيها لازق في الطاسة، فالمية القلقاس بالقلقاس بيشيل كل حاجة معانا. وبعد كده رحنا طشينها مع القلقاس زي ما انتوا شايفين كده، مع معلقة سلق. انا كنت حاطة معلقة سلق برضو، تمام، عشان يخضر لي الشوربة شوية. وادي كده الرز بتاعنا اهوت يا حبايبي، الرز خلص. القلقاس بتاعنا خلاص كده تمام. الطريقة سهلة جدا جدا جدا، جربيها. انت اظن الفيديو كله على بعضه 5 دقايق ونص، فكل حاجة فيها طريقتها بسيطة. القلقاس بقى يا جماعة تجيبوا بتاع الشتاء، القلقاس تخزنوا القلقاس اللي بتاع الشتاء مش بتاع الصيف خالص، يتشال معاكوا كده وتعمليه بيبقى زبدة معاكي. بياخد مفيش هي ربع ساعة تلت ساعة بالكتير، وبيكون السوا معاكوا بيبقى زبدة مع شوية الرز الأبيض أو شوية رز بشعرية أو شوية رز حباية وحباية. وتاكلوا كده بألف هنا والشفا، مطرح ما يسري يمري. طريقة بسيطة وخفيفة، طريقة أم حنين يا جماعة لا يعلى عليها، وجربوها هتعتمدوا الطريقة دي على طول. ويا ريت اللي عجبه الفيديو يكتب لي كومنت حلو ولايك،
ولو اول مره تشوفيني يا ريت تعملي لي اشتراك للقناه عشان يوصل لك كل جديد. وزي ما انتم شايفين يا جماعه القلقاس اهو الزبده ازاي، هو ما قعدش مكملش التلت ساعه، هي ربع ساعه على النار بقى زبده زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم، عايزه تخزني قلقاس هتخزنيه في الشتاء، لازم أن تكون ميه الشتاء نازله عليه شرب ميه شتاء. برضو ان شاء الله ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن طريقة تخزينه، سهلة وبسيطة جدا جدا من السنة للسنة كأنك لسه عاملاه طازة. واللحمة بتاعتنا زي ما انتم شايفين زبدة، الريحة طالعة يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نورتوني حبايبي، وكل من شاف الفيديو من الاول للاخر على راسي. واي حد عايز طريقة اي حاجة تخص الاكل او المطبخ يا جماعة انا تحت امركم، وانا بحبكم في الله. واللي اول مره يشوف قناه يوميات ام حنين ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي والاشتراك في القناه.